قعدة سفر. ايه اعزائي اصدقائي المستمعين الجمال، انا اسف بقى يعني هضطر اراكم عليكم حلقات وبتاع، ولكن انا الان في 7:30 صباحا بكوب الشاي بتاعي قاعد وقمت من النوم. زي ما انتوا عارفين انا بصحى بدري، يعني بصحى غالبا 5 6 كده هون، وبأصارع للقيام من على السرير. ولكم ان تتخيلوا بقى ايه ان انا قايم من النوم اسجل حلقة، او مش حلقة، هو كلام. هي حلقة بونس، يعني جايز ما تكونش حلقة، جايز ما تكونش طويلة، او جايز تكون طويلة، مش عارف، انا نازل الكلية كمان شوية. ولكن ايه، حابب ان انا اتكلم يعني بعد الحلقة اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن الحب. آم، لما سمعتها يعني حسيت ان انا جايز عندي كلام زيادة اقوله، وحبيت ان انا اقوله عشان اكون خلصت اللي عندي بصراحة وانا مبسوط حتى بده. اتمنى لكم يوم لذيذ، واتمنى ما تكونوش مراكمين حلقات يعني. ويلا بينا. من الحاجات اللي ما اتكلمتش عليها هو هي يمكن قد ايه الحب جميل. يعني ايه بقى؟ الحب بجد ان هو يمكن ممكن اشرب بقى شاي يا جماعه لو سمحت، بس عشان عايز ادوق طعمه حلو ولا لا. لا، لذيذ لذيذ، ما بشربش بسكر بس لذيذ. بعرفكم عني حاجات من تحت لتحت كده اهو، يعني طبعا اي حد بيقطع سكر لازم اي فرصه تيجي لازم يقول، فيعني اعذروني يعني. آه، الحب يمكن بجد ان هو الحاجه الوحيده اللي قادره على تغيير حاجات الواحد بيكرهها. وده جايز مش عارف، اعتقد ده بيبرز اكتر في الحب اللي هو بتاع العلاقات، اللي هو الحب بين الرجل والمرأة يعني، مش حب الصحاب او حب العيلة او كده، ده وارد. اوكي. بس اي جس ده التاني ده هو اللي الموضوع ده بيبقى واضح فيه اكتر. كنت شفت تويت من فترة، كانت بتتكلم على ان واحدة اللي هي ابنها الصغير او كده، مش عارف كان ما بيحبش حاجة كده تقريبا، ما بيحبش اللبن او ما بيحبش تفاح ولا مش عارف ايه. وبعدين رجع لمامته من المدرسة، قال لها ايه، هاتيلي تفاح او هاتيلي لبن، او انا عايز اخد لبن معايا او مش عارف مين عشان ايه، اشربه علشان فلانة بتحبه، مش فاكر اسم هنقول مثلا ملك بتحبه. تمام. وكان بقى في يعني شوية آراء أنا أتفق معاها عن فكرة إن اللي جايز ده فينا حتى سواء إحنا صغيرين أو كبار، إن وده كان رأيي، إن إحنا فعلا الحب قادر يغير حاجات إحنا بنحبها أو بنكرهها لناحية مختلفة. يعني أنا مثلا في حاجات كتير قوي بكرهها في الحياة، يعني حاجات سواء بقى من الناحية الفنية أو من الناحية الغذائية او من اي ناحية في الوجود. يعني مثلا ما بحبش الايه الحاجات المسكرة قوي. يعني مثلا ما بحبش المسرحيات السخيفة والاغاني السخيفة بتاعت، بالنسبة لي سخيفة يعني، اللي هي ايه، حبيت عيونك يا حبيبتي واللي فاتوا من ورايا والحاجات المستخبية والكلام ده. الحاجات بقى اللي هي بتاعت استاذ عمرو دياب واستاذ تامر واستاذ تامر وكل تامرات، مش عارف ليه كلهم اسمهم تامر. الحاجات دي انا ما فيش يعني، ما عمري اكيد هي بتتسمع لفايب، يعني تسمع عمرو دياب عشان تسمعه في العربيه، بتسمع تامر حسني علشان تهزر على الكلام اللي بيقوله. بس في ناس بتسمع الكلام ده بجديه انا ما بعرفش الناس دي بتعملها ازاي. بس ايه بقى، يعني وانا مثلا ممكن ما اكونش بتقبل ده خالص، متقبلش اي حد بيسمع الكلام ده، بس بمجرد وجود حد حاسس مثلا بحب اتجاهه او مش عارف مين، فممكن اتغاضى عن كل ده خالص. انا بحب تامر اصلا من زمان، من 7 سنين قبل كده فاهم. وهكذا يعني. اعتقد تفهمني. ممكن اكله، انت مثلا في اكله معينه انت بتاكلهاش وما بتطيقهاش وبتاع، بعدين في شخص جه بيحب الاكله ديت، فانت بتلاقي نفسك تاكلها وتبقى على قلبك زي الفل. يا خرب، انا بكره الكوسه مثلا. يعني لو في يوم من الايام اتجوزت واحده وكانت بتحب الكوسه واكلتني كوسه، ف اي جس اوكي انا مبسوط وانا باكل كوسه دلوقتي. في فرق بين الكوسه ديت اللي كانت قبل الموضوع، وفي كوسه وفي فرق بين اللي كانت بعده.
من ناحية حتى افلام ان كان بقى مثلا عالم مارفل السينمائي والحوارات ديت، بعتقد بشوف ان بنات كتير بتكون متعلقة بالحوارات ديت. ففي يوم من الايام لو يعني حاسس برضو ان هو ان ده ممكن يتغير فيا بمجرد او ان كان بقى ايه الحاجة، يعني مش لازم نقعد ندي امثلة كتير. ولكن ان الحب يمكن هو الحاجة الوحيدة اللي تخليك تتغير بحب. يعني انا ايه اللي هيخليني اكل كوسه مش عايز اكل كوسه؟ ايه اللي هيخليني اسمع تامر مش عايز اسمع تامر؟ ايه اللي هيخليني اتفرج على مارفل مش عايز؟ لكن الحب هي الحاجه الوحيده اللي هتخليك تحب انك تعمل الحاجه اللي انت اصلا في الاساس كنت بتكرهها. تحب تشرب اللبن لو كنتش بتحبه، تحب تتفرج على حاجه لو كنتش بتحبها، تحب تسمع الحاجه لو كنتش بتحبها. فدي حاجه من الحاجات الجميله اللي ما بجتش ان في اي حاجه في الدنيا قادره انها تغيرها زي ما الحب قادر انه يعمل كده وبسلاسة وبراحة. تاني حاجة هي ان الحب لكل الناس، ان الحب مش مقتصر في كتير. يعني هنتكلم عن ده ممكن، بس مش دايما. مش لازم الحب يبقى اللي معاه فلوس، مش لازم الحب يبقى للي معاه علم، مش لازم الحب يبقى للناس الفاضية او الفارغة او الناس المليانة. الحاجة الجميلة في الحب ان هو متاح لكل الناس. الفقير منهم بيحس بمشاعر الحب اللي الغني بيحسها، واللي عنده علم بيحس بمشاعر الحب اللي ما عندوش علم. يعني الشخص الجاهل الغير متعلم الموجود في، مش عايز عنصر بصراحة، مش عايز اقول اي بلد او اي حاجة، بس اقصد في بلد ما فقيرة جدا وما فيهاش موارد خالص ومش عارف ايه وبتاع، وهو جاهل وغير متعلم وبتاع، هيكون بيحب حبيبته وهيكون قادر يحس مشاعر المشاعر الجميلة دي بغض النظر عن طريقة تعاملهم عاملة ازاي بقى. ولكن هيكون قادر يحس مشاعر الحب دي ويعيشه زيه زي بالظبط آه اكتر واحد عنده علم في العالم. يعني حتى لما بنيجي نتكلم عن الناس الشخصيات الكبيرة زمان، الفلاسفة بقى والناس العلماء الكبار واللي مش عارف مين، هتلاقي او حتى الشعراء الكبار هتلاقي دايما في قصص. هتلاقي دايما رغم ان شاعر وبليغ ومش عارف مين، الا انه بيجي قدام مي زياده وبيكتب لها قصيده يعيط فيها. بقى بسيطه تمام. يعني ده الموضوع يعني. وال وبرضه تلاقي رغم علمه ورغم كذا ورغم كذا ورغم كذا، الا انه في حته طريه كده هو لازم تبقى موجودة وهتتحس وهتتعايش. لازم يبقى كتكوت في يوم من الأيام. تلاقي تلاقي الصورة اللي هي بتاعت الراجل المعضل اللي مش عارف مين اللي كتكوتي ده. دي الليلة تلاقي واحد طويل كده 200 متر كده واسمه أرنوب في الآخر بالليل على السرير يعني فده ده الموضوع. وكذلك زي ما قلت الشخص اللي هو ما عندوش علم خالص، اللي هو بتاع قادر يحس نفس المشاعر، قادر يعيش نفس الشعور، قادر يتغير نفس التغيير، قادر يحس الحياة حلوة، قادر يطمن، قادر يبقى في سيف. فالجميل في الحب فعلا انه لكل الناس. واللي خلاني اكتب الحتة دي يمكن ان انا كنت واقف اجيب اكل عند مطعم كده، وطبعا شاورما. انا باكلش غير شاورما، او باكل عند المحل بتاع الشاورما اي حاجة تانية. وبعدين لقيت ناس يعني أطفال، يعني مش أطفال بس أطفال يمكن، ويعني قاعدين في الشارع وكده، تلات ولاد كده، واحد المتوسط واتنين صغيرين. وبعدين حد جاي من بعيد يقول التاني: يا بتاع مريم انت بتحب مريم، عرفنا انكم بتحبوا بعض وبتاع. فاللي هو الموضوع ألهمني جدا، اللي هو في العالم بتاع الشارع ده رغم قسوته ورغم كل الحاجات اللي فيه، الا ان هم قادرين ي... حد بيحب واحدة وحاسس يعني حد منهم بقى مش عارف ايه الدنيا، بس مريم موجودة في مكان ما، وهم وفي واحد بيحبها وهم جايين يقولوا له يا بتاع مريم، وهو بقى بيخبي بقى ومش عايز يقوله بتاع وكده. فالموضوع ده ألهمني جدا، اللي هو بيعيش نفس الحالة اللي انت هتعيشها مع صاحبتك في الكلية او صاحبتك في الحياة او مش عارف مين. اللي هو صاحبك هيجي يقول لك يا بتاع فلانة برضه عادي، او حتى لو مش هيقولها لك كده فانت هتحس نفس الاحساس، وهتحاول تخبي زي ما هو بيخبي، وهتحاول تعمل زي ما هو بيعمل، وهتحاول مش عارف مين زي.
ف... فدي حاجة كانت ملهمة جدا بالنسبة لي، ودي حاجة خلتني ان انا محتاج اقول الكلام ده، انا محتاج اتكلم عن ده. بق شاي ونكمل. حضرات 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 حضرات، بق شاي، اشربوا معايا، اتفضلوا اعملوا كوباية الشاي بتاعتكم واسمعوا. عارفين دايما لازم بعد الشاي نقول كده اهو. طيب. ولكن برضو خلينا اكون صريح، مش دايما الحب بيبقى لكل الناس، او يعني هو المفروض لكل الناس، بس خلينا نكون صراحة مع بعض. الفلوس بتلعب دور هام جدا في الموضوع، ما نكونش كدابين بقى، ومن نواحي كتير قوي. سواء كانت من ناحية البنت نفسها، آه، او العكس حتى. يعني لو مثلا واحد بيحب واحده، الواحده دي معاها فلوس كتير، او البنت شافت حد معاه فلوس، فاعتقد ان هي هتنجذب له اكتر من الشخص اللي معهوش. مش ممكن ما يكونش اللي هو بدافع انانيه الطمع في الفلوس او بتاع، بس ان هو في عنصر مخليه لامع اكثر وسط اقرانه. فاهم؟ آم، نتلاقي بقى مثلا حد لابس مش عارف ايه، ومعاه موبايل مش عارف مين، وطبعا الفلوس بتساعده على انه ياخد ادفانتجز في حتت تانية تخليه افضل، سواء فرص احسن، سواء مش عارف مين. فدايما بحس ان الناس ديت شوف قلت الناس ديت وبعدت نفسي عنهم، فاهم؟ اللي هو انا معاكم يعني، احنا كلنا في ناس في مكان ما كده، فاهم؟ الناس ديت بحس ان هي واخده ادفانتجز اكتر، لان هي لامعه اكتر، لان هي عندها فرص اكتر، ودي اصلا حاجه من الانفير ادفانتجز اللي هي الفلوس. مش عارف هما كانوا كام حاجه ممكن نتكلم عليهم في يوم من الايام، جايز اقرا الكتاب بتاع ذا انفير ادفانتجز واجي اهري بقى في شويه الانفير ادفانتجز واللي شفتهم منه. ونفسي بصراحه اصلا ان البودكاست دوت يخليني اقرا علشان يبقى عندي مواضيع اتكلم فيها، فاجي اتكلم. يعني ممكن في يوم من الايام نعمل حاجه عن القرايه عموما، مش عارف. أم، ده ما يعني من ناحيه نرجع بقى للموضوع. انا عارف ان انا بخرج كتير، بس انا بحب فعلا اخرج من المواضيع، علشان هو انت كده لو قاعد مع صاحبك هيخرج ويرجع، يخرج ويرجع، يخرج ويرجع، دي اللذاذه في بتاعه الموضوع. ومن ناحيه تانية، البنت اللي معاها فلوس بيبقى بقى صعب على الشخص الطبيعي العادي وبتاع ان هو يحبها، زي ما قال الفنان ويجز وبتاع. ايه ده، أنا مش عارف اغنيه بتاعت اميره دي، مش عارف كان بيقول فيها ايه بالظبط، بس كان بيقول حاجه عن الموضوع ده يعني. ومعيش ونجيب منين ومن ناحيه تانية بقى، ناحيه الجواز اصلا، ان ممكن اتنين يكونوا بيحبوا بعض، وان الفلوس هي اللي تشكل فارق في اكمال واتمام هذه الجوازة او لا. اللي معاه فلوس مش هيفرق معاه، يصرف هاتي هاتي هاتي، يلا يلا فرح بكذا، يلا شبكة بكذا، يلا مهر بكذا، يلا. واللي معهوش هيبقى فارق معاه. وانا نظرتي اصلا بقى ناحية الموضوع هي ان انا حتى لو معايا فلوس بامانة، يعني من الحاجات هي حاجة فيا، وفي نفس الوقت يعني حابب برضه اجيبها من وجهة نظر دينية دلوقتي. لان انا كنت سامع الكلام ده قريب. وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان دايما زاهد، رغم انه معاه فلوس. دايما الصورة اللي بتوصل لنا، ده كلام سمعته ممكن برضو، مش اكتر حد عالم، فلو حد عنده معلومة يصحح لي. اللي سمعته ان الرسول كان يعني كان مر بفترات، دايما اللي بيتصور لنا ان الرسول كان الفقير اليتيم البتاع، لكن ده مش حقيقي. الرسول في فترة كان يتيم، معلش آسف. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في فترة فقير، وبعد كده اغتنى. ورغم غناه ده كله، كان اغتنى، مش متذكر بالظبط، بس يعني اعتقد ان كان معاه فلوس كتير. رغم غناه الا ان هو كان دايما زاهد. كان دايما يعني كان مش عارف، في رواية برضو افتكرتها دلوقتي، مش فاكر بالظبط، مش متذكر بالظبط، كان مع سيدتنا مين، مش عارف خديجة ولا عائشة ولا مين بالظبط ولا ايه. ولكن كانت الحكاية بتقول ان احنا ما كناش مكتفيين من الايه، التمر. كانوا بياكلوا تمر ومش عارف ايه كمان، فما كانوش اصلا من كتر الفقر ما كانوش بياخدوا كفايتهم اللي تشبعهم من التمر. بعد الغنى مش بقى مثلا بعد ما اغتنينا نجيب بقى فراخ ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه، لا. بعد الغنى ايه اللي حصل؟ احنا اكتفينا من التمر، اللي هو بقينا بناكل اللي يشبعنا منه.
ما بقناش مضطرين اننا ناكل اقل، رغم ان احنا معانا نجيب ونجيب ونجيب، الا ان احنا بس خدنا كفايتنا منه. ودي حاجة فيا عموما، ان انا بحابب يعني بحب دايما الزهد ده. ما بحبش ان انا اصرف فلوسي في حاجات مش شايف ان هي لازمة. انا قاعد في شقة لوحدي، انا نايم على مرتبة عشان مش مقتنع، مش شايف ان ليها لازمة ان انا اجيب سرير. مش موضوع ده معيش فلوس اجيبه، مش موضوع ان انا مستخسر ولا معفن ولا بتاع، بس موضوع اللي هو انا مستريح. ادفع فلوس ليه وانا مستريح؟ انا ادفع فلوس لما ما كنتش مستريح. انا باكل تمر ومبسوط، انا باكل تمر وشبعان وانا باكل تمر. ادفع فلوس ليه واجيب حاجه تانية غير التمر وانا مستريح؟ الواحد بيصرف فلوس لما ما يكونش مستريح، تمام. فلما اجي ابص على ناحيه الجواز بقى، واحنا هنجيب ايه وبتاع وكده، أم، بحس ان ايه، انا مش بحب اصرف، مش حابب اصلا موضوع فكره ان انا اصرف فلوس على. انا حاسس ان اللي احنا كده بنخرج بره الموضوع، الحلقه هتطول مش تبقى حلقه اكسترا، بقالنا كتير اوريدي. اوكي، ممكن نتكلم عن الجواز ده في حلقه تانية، ونسيبكم متشوقين كده ومتحمسين، وعلشان حاسس ان انا بحرق دلوقتي، وحاسس ان انا خلصت اللي عندي من حته الحب يعني، وابتديت اروح لمواضيع تانية. فتيجي نتكلم عن موضوع الزهد دون والجواز عموما في حلقة تانية. انا اسف انا اسف، بس دي حلقة اكسترا اصلا، هي هتنزل في نص الاسبوع. فاللي هو انا عايز لما لو حتى حابين نطول او حاجة، نطول في حلقة تكون ايه، في مكانها يعني. لكن ايه، عشان اقوم قافل بس الحتة دي. يعني الحالة دلوقتي بقت إن فكرة الطلبات كتيرة في حتة الجواز ديت، ومش عارف مين وهنجيب وهنعمل وبتاع، مش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف مين. اللي معاه فلوس كتير قوي يمكن ما تفرقش معاه قوي، ولو حد معاه فلوس برضه ممكن تفرق معاه فكرة ان انا هجيب ليه طقم صيني ولا نيش، ولا انا هعمل ليه فرح في الحتة الفلانية، وليه قاعة بالمبلغ الفلاني، ليه فرح اصلا، ليه مش عارف ايه اصلا، ليه مش عارف ايه اصلا. لان بيبقى في متطلبات كتير قوي 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 قوي، ملهاش اي 30 لازمة، ملهاش اي 30 لازمة. لو جينا برضه رجعنا الناحية دينية بقى، واتكلمنا على ان آه، يعني فعلا فعلا اهم حاجة في الليلة دي الاخلاق. اهم حاجة في الليلة دي الاخلاق. ولو رجعنا زمان بقى، والناس كانت بتتجوز بايه، وقصص الناس اللي اتجوزت بحاجة كبيرة، وبعدين الرسول يعني يعني كان متضايق من حاجة زي دي، والناس اللي اتجوزت بقى من قرآن، والناس اللي اتجوزت مش عارف ايه. مش هنخلص يعني. فهو اصلا احنا الموضوع الجواز عندنا اصلا بايظ، بايظ يمكن في الدول العربية كلها بايظ، ملوش اي علاقة بهدفه. هدف الجواز تكوين الأسرة وصون المش عارف مين والحصول على الحب الحلال والكلام ده كله بيبوظ بسبب الشياطين اللي عايشين وسطنا، اللي فرضوا كذا وكذا 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 وكذا، رغم ان احنا مش محتاجين غير سرير وطبقين و... وشكر. بجد بجد. ف يعني الفلوس تلعب دور، والعقليات تلعب دور، والمجتمعات تلعب دور. وانا حاليا قمت بدوري في توصيل هذا الكلام وهذا الصوت. وحاليا نقوم بقى عشان ننزل كليتنا. نحن الآن في 10 دقائق. محاضرتنا هنمشيها محاضرتنا الساعة 9 صباحا، ونقوم بقى علشان ايه، ننجز. يعني ان كنت بص هنبدأ بايه بقى عشان حبيبنا. ان كنت بتأديت صور، فيا رب تخلص اديت الصور على خير، وتطلع الصور جميلة وتعجب الكلاينت. وان كنت في المطبخ بتعمل حاجة، فيا رب الاكل يطلع حلو. وان كنت لسه صاحي صباح النور يا معلم، اللي هو انا طبعا، وكنت هتنام فتصبح على نور برضو، تصحى تسمع حلقة جديدة عادي، فاهم؟ و إن كنت بتشتغل، كنت بتخلص تاسكات الكلية، إن كنت بترسم، إن كنت بتشتغل على أي حاجة في الوجود، فيا رب يا رب تخلص على خير وتتبسط بنتيجتها. سرحان في السقف بقى بتستحمى، مش عارف ماشي في مواصلات توصل بالسلامة،
وكنت بتعمل اي حاجة تانية وانا نسيتك وانت قلت لي، فعرفني انت كنت بتعمل ايه، علشان انت صديق مهم هنا، وانا احب اني اشخصن الموضوع ناحيتك، واقول لك ان وادعي لك بتخليص الشيء اللي انت بتخلصه دلوقتي، وانا بكون متخيلك في دماغي وفاكر المسج اللي انت بعتها لي. لو كنت بتعمل اي حاجة عرفني كنت بتعمل ايه، عرفوني بتعملوا ايه وانتوا بتسمعوا البودكاست. و بس كده، يومكم سعيد، يومكم جميل، اتمنى تكونوا اتبسطتوا. اتمنى برضو ما تنسوش تقيموا البودكاست، ما تنسوش تقيموا البودكاست لو بتسمعوه على اي منصة، او سبوتيفاي قيموا البودكاست، ابل بودكاست قيموا البودكاست، يوتيوب لايك، الجو ده كله. شكرا مرة تانية، ومع السلامة.